السلام عليكم، يعطيكم العافية. أكلتنا اليوم دولمة تبارك الرحمن جدا لذيذة وما شاء الله. بمقلاة بضيف مقدار استكانة شاي صغيرة زيت نباتي، وعندي حبة بصلة و5 فصوص ثوم مفرومين ناعمين مع التقليب المستمر ليتغير لون البصل عندي شوي. وعندي حبتين بندورة خالطهم بالخلاط مع ملعقتين كبار معجون بندورة، وفرمت حبة بندورة كبيرة بالسكينة. هلأ بضيفهم كلهم على البصل. بضيف الملح على حسب رغبتكم، بضيف فلفل أسود، كزبرة، بهارات مشكلة من كل نوع ملعقتين صغار. ومع التقليب المستمر بهاي الطريقة رح أخليهم من ربع لتلت ساعة لتتسبك البندورة ومعجون البندورة مع البصل. هلأ تسبكت عندي بقدونس وكزبرة خضراء طبعا وشبنت من كل نوع ملعقتين كبار. بضيفهم مع التقليب ليتسبكوا شوي وتطلع عندي ريحة الخضار. الرز أنا غاسلته وناقعته نص ساعة. بضيف الرز بهاي الطريقة وبقلب الرز مع الخضار والبندورة ومعجون البندورة. هلأ راح أضيف نعناع ناشف، أنا نسيت أضيفه بالبداية، هلأ بضيفه ملعقة كبيرة من النعناع الناشف وبقلبهم مع الرز. عندي كوسة وباذنجان وكرنب اللي هو الملفوف وبصل حشيتهم وجهزتهم. عندي قطع لحمة بضيف بمقلاة ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، رح أخليهم يتشوحوا من الجهتين. وبس خلصت الكمية برتبهم بالجدر بهاي الطريقة. برتب الكوسة، الباذنجان، البصل، الكرنب اللي هو الملفوف بهاي الطريقة. اللهم ديمها علينا وعليكم من نعمة واحفظها من الزوال، لا تحرمها لحدا ويطعمي كل محروم وجوعان، اللهم آمين. بدوب ملعقتين كبار من معجون البندورة بمي حار، وبضيف الملح على حسب رغبتكم، وما بكتر مي لأنه الملفوف والخضار رح تنزل عندي مي، فما بحتاج إني أضيف مي كتير. أنا بفضل بالمحاشي أحط على وجه المحاشي ورق زبدة مع الصحن. بضيف المي زي ما ذكرت، ما بضيف مي كتير. ما وصلت المي للملفوف لأنه رح ينزل عندي مي، وبخليهم على الغاز لتغلى كويس. بخليه بعدين على نار هادي جدا ليستوي عندي. تبارك الرحمن استوى، وبقدمه بالعافية علينا وعليكم، لذيذ جدا تبارك الرحمن. بالموت ما بنكون عم نبكي على الميت، الميت راح لوجه رب، بس نحن هذه بنكون فقدنا شخص عزيز بيترك بحياتنا فراغ ما بيتعبى أبدا، ومنحس بأنه ناقصنا شيء، منبكي لأنه ناقصنا شيء. زعلان من حالي لأنه دائما بعد الموت بكتشف إني ما طلعت منيح بعيون اللي ماتوا. بندم لأني ما قعدت معهم أكثر، ما حكيت معهم أكثر، ما شبعت منهم. بندم لأني ما قعدت معهم أكثر.